نبدأ ببسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وراء كل نجم حكاية، ووراء كل ابتسامة سر. أهلا بكم في مصر بلس. في عام 1982 قدم التلفزيون إلى الجمهور المصري واحد من أبرز المسلسلات الاجتماعية اللي ناقشت معنى المسؤولية العائلية وحدود التضحية، وهو مسلسل أرزاق بطولة النجم الكبير نور الشريف. يمكن المسلسل مش مشهور قوي، ويمكن ناس كتيرة ما سمعتش عنه، لكن المسلسل ده من تحف الثمانينات اللي مشاهدته ممتعة جدا جدا جدا. مسلسل من تأليف الكاتب سامي غنيم وإخراج عادل صادق، ويشارك في البطولة نورة، إحسان القلعاوي، زيزي مصطفى، وفاروق الفيشاوي. رغم إن العنوان بيبدو بسيط جدا، إلا إن أرزاق بيطرح سؤال إنساني عميق: إيه اللي بيحصل لما بيهب الإنسان عمره كله بالكامل لإسعاد الآخرين ويكتشف إنه نسي إنه يعيش حياته هو؟ بيجسد نور الشريف شخصية مصطفى، صاحب ورشة ميكانيكا صغيرة، بيشتغل بجد وبيجدح طول اليوم علشان يأمن احتياجات أسرته. مصطفى مش مجرد أخ أو ابن أو عائل للأسرة، لا، بل هو العمود اللي بيستند إليه الجميع، أو زي ما نقول وتد البيت. كل فرد من أفراد الأسرة بيلجأ إليه لما بيواجه مشكلة. واحد بيحتاج فلوس، واحدة بتحتاج حل الأزمة شخصية، حد تالت بينتظر منه إنه يتدخل علشان ينقذه في موقف معقد. ومصطفى عمره ما بيرفض لحد طلب، بالعكس جدا، بيضع احتياجات الجميع قبل احتياجاته، وبيأجل أحلامه الخاصة يوم بعد يوم. ورشة الميكانيكا مش مجرد مكان عمل بالنسبة لمصطفى، هي مصدر رزقه الوحيد ومساحة الكفاح اللي بيقضي فيها معظم ساعات اليوم، وسط ضجيج المحركات والزيوت والأعطال. بيحاول إنه يوفر لأسرته حياة كريمة، لكن اللي بيجنيه من الفلوس بيكفي بالكاد الأسرة الكبيرة بتاعته. ورغم من كده بيواصل العمل من غير ما يشتكي، ويقتنع بإن مسؤوليته تجاه أسرته هي أهم من أي حاجة تانية. وبينما بينشغل مصطفى بحل مشكلات الجميع، بتمر عليه السنين، أحلامه الشخصية بتتراجع، فكرة الجواز والاستقرار بتتأجل، مشاعره الخاصة بتصبح في المرتبة الأخيرة، وبيعتاد مصطفى على فكرة إن حياته مش ملكه، هي ملك للناس اللي حواليه. وهنا بتكمن المأساة الحقيقية. الراجل اللي بيساعد الجميع مش لاقي حد يسأل عليه ولا يساعده ولا يقول له طب وانت فين نصيبك في حياته. في واحدة بتحبه وبتقدر إخلاصه، واللي بتجسد دورها الفنانة نورة، وبترى فيه إنه الراجل النبيل اللي بيستحق حياة أفضل، لكن انتظارها لا يمكن أن يستمر للأبد. فمصطفى رغم حبه ليها بيظل أسير لمسؤولياته العائلية، وبيجد نفسه عاجز عن اتخاذ خطوة حاسمة نحو الاستقرار. يعرض المسلسل نماذج متعددة
من الشخصيات داخل الأسرة، في اللي بيعتمد على مصطفى بحسن نية، وفي اللي بيعتمد واعتاد وجوده لدرجة انه ما بقاش يشعر بحجم التضحيات اللي مصطفى بيعملها، وخدها ان هي ايه، حاجة طبيعية لازم تتعمل. ومع الوقت بيتحول العطاء المستمر الى عبء نفسي ثقيل. بيبدأ مصطفى يسأل نفسه: هو انا اللي بعمله ده واجب نبيل، ولا انا سمحت للجميع بانهم يعيشوا على حساب عمري؟ وعند النقطة دي بس بتاخد الأحداث مسار مختلف، وبيبدأ مصطفى في مواجهة حقيقة مؤلمة: إن التضحية لا تقدر دائما كما يتوقع الإنسان. وقد يكشف إن بعض من عاش من أجلهم لا يرون حجم اللي خسروا. الإدراك ده بيغير نظرته للحياة، وبيضعه أمام قرار مصيري: هل يستمر في الدور نفسه أم يتوقف ليبحث عن حقه في الحب والاستقرار والسعادة. المسلسل بيقدم مفهوم واسع للرزق باسمه أرزاق. فالرزق ليس المال وحده، الرزق قد يكون الصحة أو العائلة أو الحب أو القدرة على أن يجد الإنسان وقتا لنفسه. ومن خلال رحلة مصطفى بيوضح العمل إن اللي بينشغل بتأمين أرزاق الآخرين ممكن ينسى رزقه الشخصي. المسلسل ده قدم فيه نور الشريف أداء عبقري، واحد من أكتر أدواره في التاريخ صدق وإنسانية. أظهر شخصية الراجل المكافح اللي يبدو قويا من الخارج، بينما داخله تعب وصمت واحتياج كبير للي يسنده. ونجح في كل المشاهد لأنه بيشبه ناس كتير جدا بيحطوا نفسهم دايما في آخر الصف. رسالة مسلسل أرزاق واضحة: التضحية قيمة عظيمة، لكن الإنسان يحتاج إلى أنه يمنح نفسه فرصة للحياة. من الخطأ إن الإنسان يعيش عمره كله علشان الآخرين ويكتشف إنه فقد أحلامه الشخصية في الآخر. يبقى في النهاية مسلسل أرزاق من الأعمال اللي بتلامس القلب، لأنه بيتحدث عن نموذج نراه كثيرا في واقعنا: راجل بسيط بيعمل في صمت، بيتحمل مسؤولية أسرته وبيأجل سعادته عاما بعد عام، لحد ما تيجي لحظة بيكتشف فيها إن رزقه الحقيقي ما كانش المال بس، بل حقه في إنه يعيش حياة زي ما هو عايز. وهكذا يتركنا المسلسل أمام سؤال صادق: إلى أي مدى يمكن أن نضحي من أجل من نحب دون أن نخسر أنفسنا في الطريق؟ يا جماعة، أنا برشح لكم هذا المسلسل العبقري، تتفرجوا على الأداء العبقري الرائع نور الشريف، وأتمنى لحضراتكم إن شاء الله مشاهدة جميلة، ولينا لقاءات مع مسلسلات أخرى كتير جدا جدا. شكرا وإلى اللقاء.